يا جدعان الريحة خطيرة خطيرة بجد. تعالوا نشوف بقى الطعم المظبوط كده ولا ايه. كل سنة وانتم طيبين وعلى الخير والسعادة دايما يا رب متجمعين. وحشتوني بجد كتير جدا. النهاردة جاي بتجربة جديدة هتعجبكم جدا. تجربة بجد لأول مرة في حياتي. تجربة حلواني مذاق. حلواني مذاق للطعم مذاق مختلف. تعالوا نشوف الطعم في المظبوط ولا ايه، ونشوف هجرب ايه. ده كده عرض خطير من مذاق بجد. شايفه حلو جدا. التلات علب دول 3 كيلو من اختيارك انت. اي حد يروح هناك هياخد 3 علب 3 كيلو من حلويات العيد من اختيارك انت. كحك او بسكوت او بديفور حسب ما انت عايز. هتاخد التلات علب دول ب500 جنيه بس. ايوه انت سمعت صح، ب500 جنيه بس. ده بجد اللي خلاني افكر ان اجرب حلواني مذاق لاول مرة في حياتي. بجد تجربة جديدة من نوعها. تعالوا نشوف طعمه في المظبوط ولا ايه. اول حاجة كده حابب اجربها البيديفور. ده كده شكل البيديفور في حلواني مذاق. او كده نفتح ونشوف. ودلوقتي كده بعد ما فتحت علبة البيديفور، العلبة دي كده كيلو. تعالوا نشوف طعمها في المظبوط ولا ايه. ده كده شكله من جوه. بجد يا جدعان الريحة خطيرة خطيرة بجد. تعالوا نشوف بقى الطعم في المظبوط كده ولا ايه. بص كده حاطط مكسرات كده على البيديفور من السودان. شايف كده لوز، وشايف بندق، شايف سوداني. اللوز اهو كده قدامكم. تعالوا نشوف بقى الطعم كده في المظبوط ولا ايه. بجد طعم البيديفور بالمكسرات حكاية حكاية. هنشوف بقى كده البيديفور بالشوكولاتة ده طعمه حلو ولا ايه. بجد طعمه خطير جدا يا جدعان. البيديفور في حلويات مذاق بجد للطعم فعلا مذاق مختلف. جربوه بجد هيعجبكم جدا. او كده نشوف بقى البيديفور كده اللي بالمربى بس طعمه حلو برضه ولا ايه. البيديفور كده اللي بالمربى بس ده اهدى طعم فيهم. ده اهدى طعم فيهم. بس هي علبة البيديفور كده بتيجي مشكلة بالشكل ده. تعال نشوف بقى الطعم بتاع الشوكولاتة لو كده الدارك بالشوكولاتة البيضة. تعال نشوف طعمه حلو ولا ايه. بجد يا جدعان العلبة دي خطيرة خطيرة وبجد جميلة. بجد جربوا العرض ده من حلويات مذاق. بجد هيعجبكم جدا. بجد عرض جميل والطعم خطير. وما ننساش نعمل اللايكات الكتير اللي منكم دايما اجمل بكتير. ده كده برضه بالفول كده بالشوكولات دارك كده. تعال نشوف الطعم. بجد حلويات مذاق من احلى واجمل الحلويات العيد اللي ممكن تجربوها. بجد الشكل خطير وبجد الطعم جميل. ما ننساش نعمل اللايكات الكتير. تعالوا كده بقى نجرب تاني حاجة معايا كحك بالملبن. تعالوا نشوف طعمه حلو وفي المظبوط ولا ايه. اللي جرب كده مذاق ده قبل كده ما ينساش يكتب لي في التعليقات عجب ولا ايه. ريحة الكحك يا جدعان خطيرة خطيرة. تعالوا نشوف بقى مكونات الكحك كده. مكونات الكحك: دقيق القمح، سكر، سمن طبيعي،
لبن، فانيليا، رائحة كحك، خميرة. تعالوا كده نشوف الطعم حلو ولا ايه. دي كده بالسمن الطبيعي، تعالوا نشوف كده حلو ولا ايه. نرش كده شوية سكر على الكحك. طبعا السكر اللي عمال يقع ده عمال يقع على علبة الكحك، حد يفتكر ان انا برمي السكر في الارض ولا حاجة. كده شكل السكر على الكحك، تعالوا نشوف بقى الطعم. بجد حرام اعلق عليه، بجد من احلى واجمل الكحك بالملبن اللي جربته في حياتي. شوف كده التفاصيل واتفرجوا بجد. بص الملبن طري جدا ازاي جوه، مش ملبن معجن ولا ملبن ناشف جواه، والملبن كده حجمه حلو في الكحكة، وكحكة بجد بتدوب وطعمها حكاية. بجد الكحك بالملبن من حلواني مذاق، بجد يا جدعان حكاية، ومن أحلى وأجمل الكحك اللي ممكن تجربوه في حياتكم. كحك مذاق بجد حكاية، جربوه بجد هيعجبكم جدا. مننساش نوصل الفيديو ده لمليون مشاهدة في أقرب وقت، وعايزين نوصل الفيديو ده النهاردة كده ل10 مليون لايك. 10 مليون لايك بأكتر من 10 مليون مشاهدة إن شاء الله النهاردة على الفيديو ده. عايز كده مشاركات كتير جدا الفيديو ده، عايز لايكات كتير جدا على الفيديو ده، عايز دعم كبير بينكم اللي دايما بيشرفني كتير على الفيديو ده. وكل سنة وانتم طيبين وعلى الخير والسعادة دايما قبل متجمعين.